معايا النهارده الوجبه ديت وجبه جميله جدا، وجبه مميزه جدا وهتحبوها قوي. وجبه الشيش طاووق. الوجبه دي اقتصاديه وحلوه، يعني مش موفره خالص وهتعجبكم. ويلا بينا نقول الوصفه بتاعتنا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. معاكم مطبخ توته للاكلات اللي على قد الايد وباقل التكلفه. النهارده هعمل لكم الشيش طاووق. هعمل لكم بطريقته اللي هو الطريقه العاديه بتاعتنا خالص، ما فيهوش اي يعني تكاليف يعني ياما. معايا هنا دي فراخ بانيه انا مقطعاها مكعبات، فراخ خالص مكعبات او على بعض مقطعها مكعبات. ومعايا بابا وتوم بودره وبصل وملح وفلفل اسود وكركم. ومعايا هنا هو دي زبديه مع صغير مع يعني كوبايه زبادي صغيره. ومعايا هنا مستردة. ماشي. معايا هنا بقى هعمل في البوله بتاعتنا. خلي بالكم الطريقه دي اللي لازم تتبل من بالليل، ما ينفعش في ساعتها ان انا اتبل الطريقه دي واروح شويها على طول. لا، انا لازم الطريقه دي لازم عشان الفراخ تكتسب من طعم البهارات، لازم احط الفراخ دي في التتبيله بتاعتها من بالليل. اتبلها كده من بصبحه عاملاها، اروح متبلاها من بالليل وحطها في التلاجة. اجي تاني يوم اروح يعني مطلعاها حطها في السياخ مع الفلفل الالوان بتاعنا والبصل واروح شويها على طول. ممكن اشويها على النار من فوق، ممكن اشويها في الفرن البوتاجاز. اللي عنده شوي البوتاجاز فوق وتحت بيشتغل مع بعض يشغله، من اللي ما عندهوش هيشغل البوتاجاز من تحت 10 دقايق، وبعد كده هيفتح الشوايه من فوق برضو 10 دقايق تاخد اللون بتاعها من فوق، تكون استوت من تحت ومن فوق. دلوقتي انا دي ان شاء الله هتبلها كده من قبلها بيوم، وهعملها تاني يوم تكون التتبيله بتاعتها شربت منها وعطت الطعم الحلو. هحط معانا هنا الزبادي بتاعتنا. الشيش طاووق ده مفيهوش اي حاجه، سهل جدا. انا عملت لكم قبل كده من صدور البانيه، عملت لكم كفته بانيه كانت هايله جدا والطعم بتاعها كان جميل. جربوا وصفه برضو كفته البانيه دي، جميله. تغيير للبانيه، مش ما يبقاش على طول اللي احنا نعمله بانيه على طول هو اللي احنا بنعمله، لا غيروا منه. يعني مره كفته، مره شيش طاووق، مره كده، عشان برضو اولادكم ما تزهقش من بصوا انا هحط مستردة برضو بس مش ياما المستردة، يعني انا بحاول بس اقلل من المستردة عشان المستردة بتبقى انا حاطه زبادي وحاطه كركم اصلا في البتاع في الطريقه. بصوا انا هقلبها كده، هشرب المقادير كلها من التتبيله كده زي ما انتم شايفين كده. انا كده هشرب التتبيله دي كويس جدا، وهسيبها من بالليل للصبح على الشوي على طول على البوتاجاز. هحط لها بس هكون محضره الفلفل الالوان، وهوريكم طبعا الفلفل الالوان بيتحضر معاها التقطيع بتاعه برضو مكعبات زي الفراخ البانيه بالظبط، والبصل برضو يكون متقطع مكعبات زي البانيه. وهتبلها كده. بصوا كده، لسه هنضف الطبق بتاعنا من بره مطرح ما التتبيله ما طلعت بس. وهحطها دي في التلاجة ليله كامله، وبعد ما تخلص ليله كامله هوريكم طريقه الشوي بتاعها، وهي طريقه مميزه جدا ما فيهاش اي حاجه. طعمه مختلف طبعا عن البانيه. ممكن جنب بطاطس هتعمليها، جنب مكرونه، جنب سلطه وبطاطس، جنب مكرونه بشاميل، تبقى جميله جدا. يعني طريقه جميله. انا بصوا انا كده خلصتها، هتبلها وهسيبها في التتبيله تشرب من بعضيها، والفراخ تشرب من التتبيله كويس جدا. وان شاء الله هوريها لكم بقى وانا بحضر الفلفل بتاعها وبحطها في السياخ بتاعتها، وهوريها لكم برضو على الشوي. بصوا بقى معايا بقى دلوقتي انا كده الشيش طاووق بتاعي انا متبلاه ليله كامله في التلاجة،
ومعايا هنا اهوت فلفل الوان اصفر واحمر وطماطم وبصل كلهم متقطعين مربعات زي بعضيهم. ومعايا هنا الخله بتاعت شيش طاووق. انا دلوقتي هعمل ايه؟ انا حاطه كمان صينيه على النار هشوي فيها. انا دلوقتي معايا دي خله الشيش طاووق. معايا هنا اهوت انا هنحط هنا كده فلفله حمراء وواحده شيش طاووق. الطريقه دي بقى جميله جدا وهتعجبكم قوي. واحده شيش طاووق كمان كده، واحده طماطمايه، واحده شيش طاووق. التتبيله دي بقى كل ما سبتيها في التلاجة تقعد ليله كامله كل ما خدتش الطعم الحلو للفراخ الشيش طاووق، تدي بقى طعم جميل. هنكرر نفس العمليه تاني. نحط بقى فلفله حمراء، واحده شيش طاووق كده الطريقه دي كده، ونحط بصلايه، نحط واحده شيش طاووق كده، ومعانا واحده طماطمايه. واحده طماطمايه دي بقى ايه؟ دي اخر حاجه انا هحطها معانا كده. ده الشيش طاووق بتاعنا الطريقه دي. انا بقى معايا صاجه على النار. انا ديت هعمل فيها ايه؟ هحطها على النار وهشويها. بس انا قبل ما اشويها انا عايزه اوريكم واحده كمان. انا معايا هنا واحده شيش طاووق اهي. انا هحط فلفله صفراء ماشي، ومعايا واحده عشان انا بعد كده هعمل بقى الكميه اللي فاضله عشان ما حدش بس يزهق من التصوير بتاعها دلوقتي عشان دي بتاخد وقت. واحده شيش طاووق، طماطمايه، وواحده شيش برضو طاووق اهي معايا، ومعايا فلفله بقى حمراء، واحده شيش طاووق. زي ما انتوا شايفين كده انا بعمل ايه؟ بحطها بالتدريج. بصوا اهي. ومعايا فلفله صفراء، واحده شيش طاووق اهي معايا، واحده طماطمايه. دي كده ايه بتاعت الشيش طاووق. انا دلوقتي هكمل بقيه الوصفه بتاعتنا وهوريها لكم وانا بشويها. بصوا بقى انا هنا معايا الصاجه بتاعتنا ديت. دي صينيه فرن عشان تكفي بس للشيش طاووق. هحط بقى انا بصوا مسخناها بتطلع دخانه ازاي. دي بقى انا هحطها كده دلوقتي. سامعين؟ بصوا لازم تعمل الصوت ده. الطريقه دي بقى جميله. الطريقه دي انا عاملاها التتبيله بتاعتها زي ما قلت لكم انا متبلاها من بالليل. دي اهم حاجه عندي ان انا اخلي التتبيله دي ليله كامله من بالليل. محدش يحط الفراخ البانيه يتبل الشيش طاووق بتاعها دوت في ساعتها ويروح مشويها على النار، مش هتدي الطعم خالص. من بالليل اكتسبت من الطعم بتاع البهارات بتاعتنا اللي احنا عملناها كلها، وهتعجبكم جدا. وصفتها جميله جدا واكله بقى جميله جدا، حتى الاولاد الصغيرين بيحبوها قوي. دي انا عاملاها جنب مكرونه بشاميل، يعني اكله بقى يعني وجبه فيها كل حاجه فيها كامله للاطفال كمان بالذات. الاكله دي هتعجبكم وهشويها معاكم دلوقتي وهوريها لكم. بصوا انا كده بشويها هي كده ايه. بصوا انا مولعه عليها النار، معليه النار كمان عليها. اللي عنده بقى الصاجه بتاعت الشوي يشوي عليها عادي، اللي ما عندهوش زي ما انا بعمل كده يعني مفيش حاجه يعني هتقف. يعني انا كل حاجه المتواجد عندي هشوي فيه، حتى في اللحمه المشويه في الفراخ المشويه اشوي زي ما انا بقول لك دوت بالطريقه ديت. صاجه صينيه للشوي اي حاجه. لسه انا كده هشويها كده وهوريها لكم دلوقتي. ريحتها جميله قوي في الشوي. المستردة جميله قوي معاها، هي اللي اساسها كمان معلقه المستردة دي حلوه مع الشيش طاووق.
وجبه متكامله طبعا جميله. بصوا انا عايشه اهوت عايزه بس اقلب لكم المنظر كده. بصوا المنظر، بصوا جميله ازاي. سامعين بقى الطشاشه بتاعت الشوي؟ لازم الفرن بتاعتي تكون حاميه بالطريقه ديت عشان اعرف اشوي عليها. محدش نحطها وهي لسه لسه ما سخنتش، لازم تتشوي بالطريقه دي. هحط كمان واحده اهي. بصوا ايه رايكم بقى؟ يعني يا رب بس الوصفه دي تعجبكم، وكل الوصفات اللي بنزلها لكم تكون عاجباكم، وتكون على قد ايديكم برضو. الوصفات برضو بتبقى على قد الايد. انا مش عايزه اعمل حاجه مكلفه الصراحه، انا عايزه اعمل لكم حاجات على قد ايديكم. منها يعني هو البانيه موجود متواجد في كل بيت، فتغيير منه يعني مره كده، مره شيش، مره بانيه عادي، مره كفته بانيه. فالتغيير برضو بيبقى حلو في الاكل. انا هكمل شوي، وبعد ما هشويها انا اوريها لكم. بعد ما قلبتها هشوي، اول ما هوقف الشوي وكده هوريها لكم في التقديم، وان شاء الله تعجبكم وتكون مميزه ليكم. بصوا بقى معايا انا كده خلصت الشيش طاووق بتاعي، وايه رايكم بقى فيه؟ بصوا بعد ما اتشوى من على النار، بصوا الجمال، بصوا مشويه وجميله وزي الفل. بصوا من الحلاوه، بصوا الشوي، ريحتها بقى تجنن وريحتها جميله، هي اصلا طعمها خطير. وعملتها النهارده على صينيه مكرونه بشاميل. انا عامله وصفه المكرونه البشاميل في الوصفات بتاعتي، هتلاقوها لو عايزين الوصفه. وصفه البشاميل برده كانت وصفه جميله جدا، وهتعجبكم وصفتها قوي وصفه البشاميل. الشيش طاووق دوت بقى من الوصفات الحلوه، والطعم بتاعها طعم حلو ومميز، وهيعجبكم قوي. ما تنسوش بقى تفعلوا الاشتراك والجرس، وان شاء الله في وصفات كتير هعملها لكم برضو، وهتكون على قد ايديكم. وبألف هنا وشفا، وهقول لكم باي باي.